اليوم وصفتنا هي الوصفة الأولى من سلسلة وجبات الصيام المتقطع. وجبات السلسلة رح تكون مكونة من بروتين عالي ودهون قليلة، ورح تشوفوا بآخر الفيديو تفاصيل العناصر الغذائية. واليوم وجبتنا دجاج الكريسبي بطريقة صحية. عنا صدر دجاج كامل منقسمه بالنص، وكل قسم منفتحه لشريحتين. منضيف عليه معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، نص معلقة صغيرة بودرة الثوم، ونص معلقة صغيرة بودرة البصل، وآخر الشي نص معلقة صغيرة ملح. منخلطن منيح ومنحضر كعك مطحون أو كورن فليكس مطحون، منضيف عليهن نفس توابل الدجاج ومنحركن منيح. وعنا هون بيضتين منخفقن منيح لنستعملن بالمرحلة اللي بعدها. منجيب شريحة الدجاج مننزلها بالبيض ومنتأكد انه تغطت منيح، بعدين مننزلها بالكورن فليكس المطحون او الكعك المطحون، وبس تغطت منيح منحطها على صينية شبك. وبعد ما نصفن على الصينية منبخن بشوية زيت، مندخلن على الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة. وبهالوقت منحضر الصوص. عندي 30 جرام مايونيز لايت، منضيف عليها معلقة كبيرة خل ونص معلقة صغيرة خردل وشوية حد سراشة، ومنخلطن منيح. وبعد مرور 30 دقيقة منطلع الدجاج من الفرن ومنجهز ساندويشتنا. منجيب سمنة برجر مندهنها بشوية من الصوص، ومنحط عليها قطعة من الخس وترانش من البندورة وقطعة من الدجاج، ومنحط شريحة جبنة لايت وكبيس مخلل، وهيك بتكون ساندويشتنا جاهزة. وهي الوصفة مناسبة كتير للناس يلي متبعة نظام الصيام المتقطع. جربوها واعطوني رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، وانتظروني بفيديو جديد من سلسلة وجبات الصيام المتقطع.